وفاة الفنان سامي كمال منذ قليل، وهذه أسباب وتفاصيل وفاته وآخر لحظات حياته. غيب الموت الفنان العراقي سامي كمال عن عمر ناهز 85 عام. فما هي أسباب وفاته وكيف كانت آخر لحظات حياته؟ فقدت الساحة الفنية العراقية أحد أبرز وجوهها الغنائية، الفنان سامي كمال، الذي وافته المنية في السويد عن عمر ناهز 85 عام بعد صراع طويل مع المرض، حيث تعرض لجلطة دماغية قبل عدة سنوات. سامي كمال مواليد عام 40 في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان. كان مطربا وفنانا عراقيا متميزا ترك بصمة واضحة في الأغاني العراقية، خاصة خلال فترة السبعينيات، حيث شهدت هذه الفترة ازدهارا فنيا، ولكنه أيضا شهد حملات استهداف للقوى الوطنية والمثقفين، مما دفعه إلى اتخاذ قرار الهجرة. غادر الراحل العراق عام 77 متجها إلى اليمن برفقة عدد من زملائه الفنانين والملحنين أمثال حميد البصري وفؤاد سالم. وخلال فترة وجوده في اليمن ترأس فرقة بيسان الفلسطينية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وطاف بها المدن والمخيمات السورية والفلسطينية، مقدما أغاني ذات طابع وطني وسياسي قوي تعكس الواقع العربي. ومن ألحانه لهذه الفرقة: من يغسل الدم في الشوارع، ولون البحر لونك، وسلام للخليل سلام للجنوب. وبعد ذلك شد الفنان الرحال مع عائلته ليستقر في السويد، حيث قضى بقية حياته بعيدا عن الأضواء مقتفيا بذكرياته. وقد قام بزيارة إلى وطنه العراق عام 2010، رحمه الله وألهم الأهل الصبر والسلوان.